بعد مغادرته المغرب، الوداد يصدم الجزائري جمال بالعمري بقرار جديد. قرر فريق الوداد الرياضي الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات غياب جمال الدين بالعمري المدافع الجزائري عن حصص التدريبية للفريق الأحمر تحسبا لأي جديد في القضية. وقام الوداد بتحصين موقفه ضد اللاعب الجزائري، خاصة أن الأخير غادر التجمع التدريبي للوداد بمركز محمد السادس دون إذن أو سابق إنذار من مسؤولي الفريق الأحمر. وسيقدم الوداد الرياضي شكاية ضد اللاعب الجزائري بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في حال رفضه العودة لصفوف الفريق، خاصة أنه وقع عقده بشكل رسمي. وفاجأ بالعمري مسؤول الوداد بمغادرة التجمع التدريبي للفريق بمركز محمد السادس، الأمر الذي خلق جدلا واسعا وفتح باب التأويلات حول الأسباب الحقيقية وراء مغادرته للمغرب.